المطبقة أكلة شعبية وتراثية تميز بطبخها أهالي الجنوب التونسي عامة ومتساكني ولاية قبلي على وجه الخصوص. وحسب الروايات التاريخية فإن أصول هذه الأكلة تعود إلى العهود البربرية، ما يجعل منها أكلة قديمة قدم وجود البربر في تونس. ومنذ ذلك الوقت بقي هذا الخبز حاضرا بقوة في أفراح سكان الجنوب وحتى في مهرجاناتهم وأعراسهم، إلى جانب تقديمه للضيوف خلال الزيارات المميزة. وتتميز المطبقة بشبهها الكبير بالبيتزا، حيث تحضر العجينة من السميد الأرطب والخميرة والملح والماء الدافئ لترتاح قليلا حتى تخمر. بعد عجنها جيدا تكور إلى كويرات صغيرة تفتح براحة اليد أو بالقلقال في شكل دائري، لتضاف الصلصة أو الحشو والمتكون عادة من البصل والثوم المقطعان جيدا، يضاف إليهما الشحم والفلفل والهريس العربي والبهارات والطماطم المعجون والكركم والملح. كل هذا إلى جانب بعض التوابل الصحراوية والتي تعطي للطبق لذة ومكانة في قلب كل من يتذوقه. يؤخذ القسم الثاني من العجينة آنذاك لوضعه فوق القسم الأول بعد طرحه هو أيضا، ويتواصل طرح العجينة إلى أن تصير كالخبزة المدورة المحشوة والمغلقة تماما. مرحلة الطبخ لا تقل أهمية عن مرحلة إعداد العجين، فلا تزال المطبقة إلى اليوم تحافظ على طريقة طبخها التقليدية والتي تعتمد الطبق الطيني أو الغناي كما يسميه أهالي المنطقة، بالإضافة إلى حطب أشجار النخيل، والتي تكسب المطبقة حمرة لا يمكن رؤيتها وطعما لا يمكن تذوقه إلا عند طبخها بالطبق الحديدي على نار الغاز. مع مرور الوقت أخذت المطبقة أشكالا أخرى، كأن تكون مثلثة على شكل البوريك أو نصف دائرية، وذلك لتسهيل طريقة طبخها وحملها وأكلها أيضا، كما أضيفت إليها خيارات جديدة كالبيض المسلوق والجبن. وتنصب نساء ولاية قبلي خيمات تقليدية تعد خصيصا لطهي وبيع المطبقة كما هي أصول المنطقة، وذلك لاستقبال الزوار الذين يقودهم فضولهم لاكتشاف الخيمة ولتجربة الجلوس داخلها وتذوق خبزة المطبقة اللذيذة في موطنها الأصلي. خيمة قد تكون بسيطة في محتوياتها، لكنها تختزل تاريخ جهة بعاداتها الغذائية ونمط عيشها، فالمطبقة أصبحت رمزا للجنوب يحبها الكبير والصغير، وتفتخر نساء الجهة بحسن طهوها. تقتات مئات النسوة في ولاية قبلي من صنع وبيع المطبقة، حفاظا منهن على كرامتهن ومساعدة منهن لعائلتهن من ناحية، وأيضا للحفاظ على هذه الأكلة التقليدية الشعبية من ناحية أخرى. انتصار شلي لبرنامج أحلى صباح العراقية الثانية من ولاية قبلي، تونس.